بيكم مشاهدينا الأعزاء عبر قناة زهرة العرب، ورجعنا ليكم تاني. والنهاردة احنا هنتكلم مع بعض عن واقعة غريبة تمت أحداثها في قرية بمحافظة المنوفية، تحديدا بمركز تلا. القرية دي هي قرية البندري. اللي حاصل في هذه الواقعة المثيرة اللي هنحكيها النهاردة لحضراتكم أن هناك جريمة قتل بشعة تمت داخل هذه القرية بعد أن قام مواطن بالتعدي على شريكه في تجارة الماشية بدافع الطمع. طبعا الكاميرات هنا لها دور كبير جدا في الكشف عن وقائع هذه الحادثة وهذه الجريمة. الحاصل انه الاهالي في مركز تلا او في قرية البندرية طبعا لاحظوا تغيب الحاج صبحي طعيمة عن الانظار لمدة ايام، وده كان غير طبيعي بالمرة. فطبعا هنا اللي حاصل انه اهل الحاج صبحي طلعوا يدوروا عليه بعد بحث مضني فلم يعثروا عليه تماما. هنا توجهت الانظار الى مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية، وتم بالفعل تحرير محضر بتغيب الحاج صبحي طيب. بعد كده بدأ هنا دور الأجهزة الجنائية والبحث الجنائي وإدارة البحث الجنائي بمحافظة المنوفية بالتعاون مع ضباط وحدة المباحث مركز شرطة تلا، وتم وضع خطة بحثية لمحاولة كشف غموض تغيب الحاج صبحي الغريب والغامض. هنا تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على جثمان الحاج صبحي ملقى في أحد المصارف المائية بقرية البندرية داخل جوال. طبعا حالة من الفزع والهلع الشديد انتابت أهالي القرية بعد هذا المشهد البشع. وبدأت هنا طبعا التكهنات، مين اللي ارتكب هذه الواقعة. يعني الراجل اختفى في ظروف غامضة تماما. وطبعا هنا تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي. يا رب ما تشوفها، يا رب ما تشوفهاش ابدا. انا طالبه الولد ده، انا اخته وراه على طول. هو حب يسموه من اختين، ربنا ستر، كانوا يستفرغوه قبل ما يروحوا المستشفى. طبعا احنا ما خدناش ولا ادينا. اقول لاخويا ده في سم، قال لي لا ده مش سم. طب انا فكرت ان في حاجه. لاخويا ده رحت المستشفى ما فيش فايده. المهم ما طالش كده، طالوا بقى اتصل بيه ودخله جوه وايه، وقال لي ده هو في تالي. عشان قعدنا نلف ونفرغ الكاميرات بتاع التالي ما لقيناهاش. وجاني يلف معانا وهو بيلف معانا فين واحنا مش شاكين فيه. على ما واحد سرق منه شويه حديد وشويه حاجات، بنزل الكاميرا بتاع الدكتور سعيد بتاع الصيدلي، بنزل كده لقى الحاج صبحي طالع من السلم داخل البيت بتاعه. راح مصوره على التليفون ومخبط على مين؟ على سعيد ابن عمته. قال له يا استاذ سعيد الحاج صبحي اهو، ما تدوروش بقى، الحاج صبحي اهو. انا بدور على الحديد لقيت الحاج صبحي طلع بتاع احمد اللي مشاركه في البهاي، وراح حطه في البحر وحاطط لا مؤاخذه جيران 2 كده، ودقله خشبه في الارض، وراح ربطه كده بفتلي بمرد كده عشان ما يمشيش. بيلف معانا وراح على تلا ويانا. الناس كانت ماليه البحر هناك، مالين المركز كراح ويانا، واحنا مش شاكين فيه خالص. احنا مش شاكين فيه، ده بنقول احمد حبيبنا يا عم. كان بيديله كل حاجه، البهايم مشاركين يعني. عنده البيت مليان دلوقتي كله باين بتاع الحاج صبحي. كل ما اقول له يا اخويا اكتب لي ورق شيك، يقول لي يا اختي ده احمد امير، ده ابني اللي انا ما جبتوش، ده ابني اللي انا ما خلفتوش، ده احمد امير. بيقول له يا سيدي واحنا ما كناش شاكين فيه ولا نعرف ان هيعمل فينا كده، كناش شاكين عليه. فاجر واخد بالك، ومن الناس الكبيره في البلد وليه كلمه مسموعه. كان بيساعد شبابه، ولو بيساعد اي واحد عاجز
كان ليه علاقات كويسه، واحد عاجز عايز عجله، عايز كشك، عايز مع حاجات من دي، كان عمي بيساعده. الجاني ده منهم العم يساعده، واخد بال حضرتك، وعطاله فلوس وقال له تاجر، واخد بالك، ولسه مجوزه او مستلف من عمي 100,000 جنيه، واخد بالك، اتجوز بيهم، واخد بالك، واستدرج عمي، واخد بالك، على طريق التليفون، ودخل عمي الدار عنده، واخد بالك، وما شفناش الا عمي على في الكاميرات طالع في عربيه كارو، واخد بال حضرتك. وامبارح بالليل، واخد بالك، اتصلوا بينا، لا لا لا، رحنا قعدت اجرد عامل من ملابسه. امبارح الظهر كنا هنا، واخد بالك، قالوا ده الحكومه جت، رحنا وقفنا، جت بوكسين خدوا مرات الجاني دوت، واخد بال حضرتك. والمهم بعد كده بعد ما خدوا مراته قعدنا شويه، واخد بال حضرتك. المهم بعد كده قاموا طالعين بهدوم عمي وسيخ حديد كده في ايديهم، واخد بالك، ظابط المباحث لفوا بحته بلاستيك كده. احنا بنطالب بالقصاص، احنا بنطالب بايه؟ بالقصاص. زي ما ده بهدل عمي 5 ايام مرمي في البحر، ملوش رحمه، ده مبهدل عم في الدار. البلد كلها حزينه، والبلاد اللي حوالين من البلد. الحاج الصبحي طول عمره خير، وبيساعد اي حد، يعني مشارك ناس ياما. اي حد محتاج جاموسه، جاموسته ماتت، عايز جاموسه بيجيب له، واخد بالك، ولما ربنا بيكرمه يبيعوها، واخد بالك. ويعني احنا كلنا كنا عيال، ونحتسب عمي شهيد، ونحتسبه من الشهداء يا رب العالمين.